للصعيد الذي أنبت الشعر واستولد النيل أبناءه والبلاد، وحط على الأفق شمس الخلود وخط لشمس الخلود المدار، واستعار من الغسق الأزلي التواريخ والرسم والنحت والكد والانتظار. للصعيد البهي أغني. إلى الضفة الغربية من النهر العظيم تقع مدينة أسيوط، تلك المدينة التي ربطها النيل منذ قديم الزمان بما يحدها شمالا وجنوبا من بلدان. من أي عهد في القرى تتدفقوا، وبأي كف في المدائن تودقوا، ومن منذ 4000 سنة قبل الميلاد أطلق عليها المصريون سيوط، حيث كانت عاصمة القسم الثالث عشر في الوجه القبلي، وهكذا عاشت هذه المدينة آلاف السنين تحمل اسمها المصري القديم أسيوط. منذ أكثر من 5000 سنة قبل الميلاد، وعلى الضفة الشرقية لنهر النيل العظيم، نشأت واحدة من أقدم الحضارات في التاريخ، حضارة البداري. يشير إلى ذلك الآثار الموجودة في قرية الهمامية جنوب مدينة البداري، وقد أطلق اسم البداري على جبانة أمراء وحكام الإقليم العاشر من أقاليم مصر العليا المعروف باسم واجت في عصر الدولة القديمة. في رجل من أبناء أسيوط اسمه سيد باشا خشبة. الراجل ده كان أول مصري يحصل على تصريح بالتنقيب عن الآثار، وحصل على التصريح ده يعني يمكن في سنة 1910 أو 11 حاجة زي كده، يعني قريبا من هذه السنة. وبدأ ينقب في درونكا وينقب في إمير، وكان في ذلك الوقت أمين عام المتحف المصري، برضو أول أمين عام مصري، اللي هو العلامة أحمد كمال باشا الأثري. في مركز القوصية وعلى مسافة تبلغ 65 كيلومترا شمال غرب أسيوط تقع قرية مير، التي تضم مجموعة من المقابر المنحوتة في جسم الجبل، تمثل جبانة عاصمة الإقليم القديم لأمراء وحكام المقاطعة 14 التي كانت تعرف باسم كيس، وكان معبودها الإله حتحور. يعود الفضل في الكشف الأثري لتلك المجموعة من المقابر إلى سيد باشا خشبة، وقد استخدمت تلك المنطقة كمدافن لحكام وأمراء الدولتين القديمة والوسطى. تتميز هذه المقابر بنقوش جدرانها التي تحاكي الطبيعة محاكاة مدهشة، بتفاصيل بالغة الدقة للأعمال اليومية التي كان المصري القديم يقوم بها آنذاك. وعلى جدرانها سجل حافل لجميع الألعاب الرياضية التي كانت تمارس في ذلك الوقت، وعديد من الصناعات التي كانت تنتشر في مصر القديمة، إلى جانب العديد من احتفالات الأعياد والطقوس الدينية والأثاث الجنائزي ومناظر الصيد
وغير ذلك من مشاهد لا تزال تحتفظ بألوانها. في طبعا أديرة كتيرة جدا في أسيوط، أديرة أثرية منها ودي تنتمي إلى العصر القبطي، دير درونكة على وجه التحديد، واللي هو يقال إنه آخر رحلة العائلة المقدسة. يقع دير العذراء بالجبل الغربي لمدينة أسيوط على ارتفاع يبلغ 100 متر من سطح الأرض الزراعية التي تمتد أمامه. جاء السيد المسيح إلى مصر وهو طفل صغير في صحبة أمه مريم العذراء والقديس يوسف النجار. لما أتت العائلة المقدسة مصر، ودي مذكورة في إنجيل متى بوضوح، تفاصيل الرحلة مش مذكورة، فبتعتمد على التقليد اللي حفظته الكنيسة القبطية عبر الأجيال. هذا المكان كان آخر مكان وصلته العائلة المقدسة حسب التقليد وحسب شهادات تاريخية وجغرافية لماذا أقامت العائلة المقدسة في مغارة. الناس كانوا بيقيموا في هذا المكان، يعني ما هياش فكرة هروب أو ابتعاد عن الناس، لأن العائلة المقدسة لما جت مصر كانت تتميم لنبوات بتتكلم عن قيمة الشعب المصري عند ربنا، عن كرامته اللي ربنا حفظها له ووعده بيها، زي ما أحد الأنبياء إشعياء يقول مبارك شعبي مصر. فالمسيح لما جه مصر ومعاه أمه العذراء ويوسف النجار كانوا بيتمموا النبوات، جايين يباركوا هذا الشعب. ما تتفقش البركة مع الانعزال، لازم هيكون مقيم معاهم. فهو ما كانش هربان من المصريين، هو كان هربان من الملك هيرودس الشرير وجاي يحتمي عند المصريين. طبعا ما بنقولش يحتمي كأنه محتاج للحماية، لكن كأنه عايز يديهم فرصة ان هم يقدموا له محبة وتبقى في علاقة حميمية بينه وبين المصريين، وقد كان. فأقام في هذه المغارة وسط الناس. فالمشهد ده هنا في هذا المكان في الدير بيصور لي علاقة خاصة جدا بين المسيح والعذراء وبين شعب مصر لما جه أقام وسطيهم، إنه كان مقيم وسط عائلات محتشدة في المغارة في وقت الفيضان. شمال مدينة أبنوب وعلى مسافة تبلغ 25 كيلومترا يقع دير الشهيد مرمينا على ارتفاع 170 مترا من سطح الأرض، ولذلك اشتهر بالدير المعلق إذ يقبع في حضن الجبل الشرقي. يرجع تاريخ الدير المعلق إلى القرن الرابع الميلادي، حين لجأ الشهيد مرمينا إلى هذه المغارة وأقام فيها فترة توحده في البرية. وقد عاش البابا إثناسيوس الرسولي في هذه المغارة في فترة نفيه عن كرسيه في صعيد مصر، وقد دشن الكنيسة الأثرية على اسم الشهيد مارمينا. الدير فعلا هو وليد الاضطهاد والنفي للبابا القديس أثناسيوس الرسول، أحد بابوات الكنيسة العظام. والبابا أثناسيوس هو البابا العشرين في سلسلة بابوات الكنيسة، وكان منفي، وكان في منفاه يتنقل ما بين أخميم والدير هنا، واختار الدير كمغارة فوق، وما كانش المغارة لها طريق صاعد إليها بحيث ما تقدرش تعرف أنه في حد ممكن يعيش هنا، فكان يصعد على الجبل متسللا وكان يعيش فيها. وكبطريرك منفي كان لابد يوجد مكان أن يصلي، فبدأ يوجد المغارة اللي هو عايش فيها، كان نصها الداخلي بيعتبره زي قلاية أو سكن يعيش فيه،
وعمل النص الخارجي مذبح وهو سماه باسم ماري مينا، وعاش يصلي فيه. ففعلا الدير كان نتيجة للاضطهادات التي تعرض لها البابا قديس أثناسيوس الرسولي من أجل الإيمان. وعاش البابا أثناسيوس أكثر من 50 سنة على كرسي البطريرك، لكنه أغلبها عاشه في المنفى، كان ينفى عن كرسيه ويعيش في أماكن بعيدة وعاش في هذا المنفى. بعض كتب التاريخ قالت أنه كتب منه البابا أثناسيوس، كتب من دير ماري مينا بجبل أبنوب الدير المعلق بعض رسائله ضد الهراطقة اللي هو كان بيحاربهم وبيحارب إيمانهم وبيحارب أفكارهم وبيرد على أفكارهم بأفكار إيمانية سليمة. فكان لدرجة أنه جه وقت قالوا له العالم كله ضدك يا أثناسيوس، قال لهم وأنا ضد العالم. وعلى فكرة في أديرة كتير طبعا اختفت، لأن انت لما تقرأ الكتاب بتاع مثلا خطط المقريزي أو خطط حتى خطط توفيقية بعد ذلك، هتلاقي أن هذه المنطقة كانت زاخرة بالأديرة، وما زال هذه الآثار موجودة في الكلمات، يعني في الأسماء. يعني ديروت، يعني ده دير اوت، ده دير، وهكذا هتلاقي كلمة دير دي في كثير من الكلمات. عرف دير المحرق باسم دير السيدة العذراء، واشتهر بدير المحرق، وترجع شهرته بدير المحرق إلى أن الدير كان متخما لمنطقة تجمع فيها الحشائش والنباتات الضارة ويتم حرقها، ولذلك دعيت بالمنطقة المحروقة أو المحترقة. ومع مرور الوقت استقر لقب دير المحرق. كامتداد تاريخي، أضافت أسيوط إلى آثارها المصرية القديمة وآثارها القبطية قائمة إسلامية لا تقل تميزا عن سوابقها، حيث تضم المدينة عددا من المساجد التي احتفظت بطابعها القديم. في طبعا مساجد أيضا قديمة في أسيوط، زي مسجد المجاهدين، زي مسجد الكاشف، زي مسجد سنبل. أنت للإحسان أهل فقد لي يا إلهي بالقبول وفرج يا إلهي كل كرب
فعطفك بالبرية لا يزول. من الآثار المهمة اللي موجودة في أسيوط مسجد السيوطي. وعلى فكرة في ناس كتير جدا ما تعرفش إن السيوطي لم يولد في أسيوط وليس مدفونا فيه. اللي مدفون في المسجد ده هو جده، لكن السيوطي العلامة ده اتولد وعاش في القاهرة ومدفون في مقابر الإمام الشافعي. أنشئ معهد أسيوط الديني الأزهري، معهد فؤاد الأول، بعد زيارة الملك فؤاد ملك مصر إلى أسيوط. طلب خلالها مشايخ وعلماء أسيوط بناء معهد أزهري بعد أن ازدحمت مساجد أسيوط الكبرى بطلاب العلم من بلاد الصعيد المجاورة. 1915 صدر الفرمان من السلطان حسين كامل، وبدأ العمل في تدريس علوم الشريعة في معهد أزهري يعود إليه الصعيد كاملا في أسيوط. وكانت عادة العلماء يدرسون في المساجد في العهد القديم. كان في أسيوط عندنا في مسجد اسمه مسجد المجاهدين، ومسجد سيدي جلال السيوطي، ومسجد القاضي، ومسجد الفائزية، ومساجد أسيوط يعني الجمع. وبدأ التدريس سنة 1915، وكان عدد المعلمين 5 مدرسين والشيخ والطلاب المرحلة الأولى. بدأ 1915 حتى سنة 1923 كان تقريبا الملك زار أسيوط. سنة 30 حصل يعني تبادل بين الحكومة وبين الأزهر الشريف. خدوا موقع عندنا في أسيوط اسمها في منطقة عند قسم أول أسيوط هنا. المنطقة هذه في حتة منطقة معينة خدوا قطعة من الأرض، ومنطقة الحمراء هذه كانوا تبع خفر السواحل، فخدوا قطعة أمام هذه القطعة وبنوا هذا المعهد على النيل. بدأ حجر الأساس تحط سنة 30، وسنة 34 تم افتتاح هذا الصرح الكبير. وابدا ان انا افتتها، وبعد ما افتتها احطها في محلول واضيف عليها محلول اليود. احنا قلنا صدر الازهر الشريف المتمثل في معهد أسيوط الديني، يعني صدر العلم الشريف لكل ربوع الارض. فخرج من علماء معهد أسيوط الديني العلماء لينشروا النور، لينشروا رسالة الحب الإلهي للعالمين في ربوع العالم الإسلامي. يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مستسلما مستمسكا بعراك. وإذا كانت أسيوط قد رسخت مكانتها التاريخية بما يوجد فيها من آثار، فقد احتلت أيضا مكانتها العلمية في العصر الحديث بتبوئها الصدارة العلمية والثقافية. فقد كانت جامعة أسيوط ثالث جامعات مصر بعد جامعة عين شمس. جامعة أسيوط قد لا يعلم البعض أن قرار إنشائها كان سابقا لقرار إنشاء جامعة عين شمس، لأن قرار إنشاء جامعة أسيوط بدأ عام 1949 بأمر ملكي بإنشاء جامعة محمد علي. تطورت الأمور بالنسبة للجامعة، ووضع حجر الأساس لها سنة 1949، ثم تغير الاسم لجامعة فؤاد، وبعدها لما صدرت الأمور التنفيذية جامعة أسيوط. طبعا لو احنا ذكرنا جامعة أسيوط لابد أن يقترن ذكرها بمؤسس الجامعة، وكان بدأت بدكتور حسن إبراهيم، لكن المؤسس الحقيقي والذي تحمل العبء وبإرادة قوية
ولا تزال جامعة أسيوط تذكر له الفضل والعرفان. عليه رحمة الله الأستاذ الدكتور سليمان حزين الذي حمل عبء إنشاء هذه الجامعة، وكان لديه مجموعة من الأفكار والتصورات لتكون هذه الجامعة منارة للتنوير، ليس في محافظة أسيوط فقط ولكن على مستوى صعيد مصر. أضيف أن جامعة أسيوط تعد من أكبر الجامعات التي انتشرت على مسافة حوالي 750 كيلو متر. يتعجب البعض كيف تم ذلك، أن جامعة أسيوط كانت تحوي مجموعة من الفروع اللي هي تحولت حالياً لجامعات مستقلة: المنيا، سوهاج، قنا اللي هي جامعة جنوب الوادي، ثم أخيراً جامعة أسوان. أما فنان أسيوط فقد آلوا على أنفسهم أن تظل مدينتهم دائما في ثوب عرسها. يثبت ذلك ما ينتشر في المدينة من تماثيل تشي باستمرارية الإبداع المصري. ومن موتيفات التاريخ المصري الممتد ساهم الفنان حسن جابر بنصيب وافر في الوصل بين الماضي والحاضر باستدعاء الأمجاد المصرية ليسجلها على جدران عارية فتكتسب رونقا وحياة جديدة. أنا كراجل فنان من هذه المحافظة كان بيهمني بالدرجة الأولى أن أنا أنشر وعي ثقافي في هذه المحافظة. القطعة الفنية داخل المعرض بيراها القليل ويعرف عنها المتخصص والرجل العامي، ولكن بصفة قليلة لا تصل إلى جميع أفراد الشعب. الخروج إلى الشارع كان نقطة مهمة جدا بوجود جداريات داخل هذه المحافظة، وكان بيهمني بالدرجة الأولى إن إيه اللي أنا عايز أوصله للمتلقي الفنان والمتلقي العادي. يلا بنا على باب يا صنايعي اجعل صباحك صباح الخير يا التعطيل صباح الصباح فتح يا عليل والجيب مفيش وانا مليل بس المزاج رايق وسليم باب الامل بابك يا رحيم الصبر طيب عاد ويغير الاحوال يلي معاك المال برضو الفقير له رب كريم الحلوة دي قامت تعجن في المدريد والست يدن في المجرية يلا بينا على باب الله يا صنايعي يجعل صباحك صباح الخير يا التعطية ايدي في ايدك يا ابو صلاح دمع الله تعيش مرتاح. ولا تزال أسيوط تحتفي بالصناعات اليدوية والحرف التقليدية، وكأنها تتمسك بتراث الأجداد وتمد آمالها إلى آفاق مستقبل أجمل. فأسيوط كانت مشهورة بالعجيات في فترة
كبيرة. ولغاية يومنا هذا احنا عملنا بدائل للعجيات اللي هي شغل العظم والقرن اللي احنا بنتعامل بيه، اللي هو عظم الجمل وعظم الجاموس وقرون الجاموس. فبتتنضف وبتبدأ تتبيض وترجع تبقى زي العاج بالظبط. فاحنا بدأنا نعمل بدائل اللي هي مشغولات العظم. تظل أسيوط عاصمة لصعيد مصر، وقد احتفظت بكنوز متراكمة من الماضي ووعد بعطاءات جديدة في وطن يتطلع دائما إلى العلا والمستقبل. وبأي كف في المدائن تودم، من أي عهد في القرى تتدفق، وبأي كف في المدائن تودم، ومن السماء نزلت أم